السلام متتبعينا الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم واحد المسمن ديال الشحمه كيجي غزال. شوفوا ليا ما شاء الله، بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. انا متاكده باللي غادي يعجبكم حيت كيجي ما شاء الله مرق. شوفوا ما شاء الله وعامر بالحشوه. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. شوفوا ليا، يا سلام ديروه مع بريري ديال اتاي في العشيه وبالصحه والراحه. شوفوا ما شاء الله كيف كيجي مذهب مقرمش. شوفوا ليا، وديك الحشوه راه كتعطي واحد المذاق. الحشوه ديال الشحمه كتعطي واحد المذاق يا سلام، والطوريقه والتقرميشه. نتمنى تجربوه ينال الاعجاب ديالكم، راه كيجي غزال بالصحه والراحه. شوفوا ليا، بالنسبه للعجين كناخذوا 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض تكون نوعيه جيده، وجوج كيسان ديال الدقيق الفينو كنديروهم. انا غادي نعجن في العجانه، اللي بغى يعجنهم يعجن غير بايديه يقدر يعجن بايد ديالو. وكنضيف عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال السنيده غير باش يجيو دوك المسيمات محمرين، ونص خماره ديال الحلوه. وغنضيف شويه ديال الماء وغادي نديرها في العجانه تدلك ليا، وكنبقى نزيد بشويه بشويه الماء. غير هي ضروري تكون العجينه شويه قاصحه، ما تبقاش ما تخلوهاش طرطا، تكون خفيفه. خاص تبقى شويه شاده في راسها قاصحه باش يجي مسمن مقرمش. بعد ما دلكات مزيان ما شاء الله كيف كتجي كما قلت لكم قبل، خليها شويه شاده في راسها، ما تكونش مرخوفه بزاف. نديرها في واحد البلاصيكه وغنخليها ترتاح، وغندوز نوجد الحشوه وغنخليها ترتاح. بالنسبه للحشوه عندي 4 ديال خيز زوات، عندي 2 ديال البصلات، وعندي هنايا 2 ديال الفلفلات حمرين، اللي عنده الوان يقدر يدير الوان، وعندي 2 ديال لي كورجيت، وعندي معلقه كبيره بالقزبر ومعدنوس. بالنسبه للخيزو والقرعه والفلفله والبصله انا درتهم في الهاشوار، حكيتهم في الهاشوار. وكنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال القزبر، معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال خرقوم عود. نضيفوا كل شيء. وعندي هنا معالقه مخلطه بين الزيت الروميه والزيت العود. غادي نديرهم يتشحروا، ومن بعد ما ارتاحت لينا العجينه كندوزو نديروها كويرات. كندهنوا ايدينا بالزيت ناخذوا كويرات. انا كنديرهم غير صغار، تاخذوا الحجم اللي بغيتو على هذا الشكل. كنحط وغادي نستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي. هادو هما الكويرات ديالي من بعد ما كملتهم. ما شاء الله هذاك القياس اللي عطيتكم راه كيخرج تقريبا، راه هنايا 19 كويره صغار اللي خرجت ليا. وهذه هي الحشوه ديالي، هي مازال كطيب. غادي نضيف عليها الشحمه. انا هنا اختاريت الشحمه ديال البقري، اللي عنده ديال الغلمي حتى هي يديرها. هنا راه محكوكه، تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو. غادي نضيف على الحشوه ونخليها تكمل الطياب ديالها. بالنسبه للطريقه ديال هذا المسمن، كناخذ كويره كنبسطها بالزيت. الزيت درت فيه شويه ديال التحميره
كنخليها على جانب. كناخد كويره كنبسطها. انا هاد المسمن كنضوبلو باش ما تخرجش لكم الحشوه برا. كيجي رائع هاد المسمن ديال الشحمه. وكنحطها في الوسط. كنتنو على هاد الجانب. الا بغينا نقدروا نديروا شويه ديال الزبده غير باش تجي محمره ومقرمشه. كنديروا الجانب الاخر. شوفوا ما شاء الله راه كتجي زينه. نحطها نكمل العجينه اللي بقات ليا. ومن بعد كندوزو ناخذ اول وحده قادينه كنسرحوها شويه ديال الزيت على هذا الشكل. كما كتشوفوا مني كنضوبلوهم ما كتخرجش لنا الحشوه على برا. شوفوا كنقاد على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وغادي ندوز باش نطيبها. بالنسبه للطياب كناخذ واحد المقله اللي كنطيبوا فيها المسمن. كنديروها على العافيه حتى كتسخن مزيان. كنرشوا شويه تاع الزيت وكنرموا المسمن. كنبداو بالوحده بالوحده. ندير اول وحده كنخليها طيب شويه ومن بعد كنرش ثاني بالزيت وكنقلب على الجهه الثانيه وغنخليها تحمر من هذا الجانب ونقلب حتى كطيب ليا.